ازيك يا صديقي؟ هل زيزو راح الاهلي؟ مبدئيا كده صلي على سيدنا محمد وادعي لاخواتنا وما تنساش تحط اللايك والاشتراك ويلا بينا. مبدئيا كده كان في اول الموسم ده كان في مشكله بين نادي الزمالك وبين زيزو عشان زيزو كان طالب مرتب كبير يعني يقارب شويه مرتبات اللي كانت بتجيله من بره، عشان زيزو كان في اول موسم كان جاله عرض كبير من نادي نيوم بقدر ب5 مليون دولار. هو طبعا يعني لو قارنته بمصر 250 مليون كان يعني الرقم ده كفيل اصلا يحل كل مشاكل وازمات الزمالك، لكن الزمالك رفض وتمسك بزيزو وبعت له عرض، لكن برضه يعني العرض مش مرضي بالنسبه لزيزو فرفعوا ال 100 مليون، لكن لما لقوا الموضوع صعب حاولوا يخفضوا شويه وصلوا ل 80 مليون، لكن برضه لسه الزمالك مش قادر يتكفل وقال إنه ممكن يقسطها حبه اعلانات وحبه رجال اعمال وكده، لكن طبعا الموضوع ما لقاش استحسان كبير يعني من والد زيزو، والموضوع فضل كده ايه، الموضوع فضل ثابت ما فيش اي حاجه لحد ايه من كام شهر كده الاهلي كان استفسر يعني جس نبض يعني مع زيزو، يعني ما اتكلمش معاه لكن جس نبض من حواليه كده يشوف هل الامور تمام، في مشكلة في أي حاجة، لكن لها الأمور تمام. إن زيزو على فكرة كان ممكن يروح لناديين العين والأهلي، لكن زيزو أصلًا هو بيميل للعين أكتر، ليه؟ لأن هو منتمي للزمالك ومش عايز يروح الأهلي ويزعّل جماهير الزمالك منه ويخسرهم، لكن والد زيزو منتمي أكتر للأهلي بسبب النظام، بسبب طريقة التعامل، بسبب كمان المشاركة في كأس العالم، وطبعًا التاريخ الواسع. وبالفعل في خلال الكام يوم اللي فاتوا الأهلي قعد بالفعل مع والد زيزو، عملوا جلسة، هو يعني زيزو ما وقعش رسميًا يعني بس عملوا جلسة عشان يعرفوا إيه المطالب المادية وإيه موقفه يعني من تجديد للزمالك، يعني الكلام وعروض الخارجية العين كده في حاجة، وأصلًا كولر هو وافق قبل إنه يضم زيزو قبل كأس العالم، مش يلعب معاهم في كأس العالم إعارة بس يعني، لأ يضمه كمان قبل كأس العالم ويكمّل معاهم مثلًا إيه السيزونات الجاية، والموضوع إيه مشي في سكة حلوة بين الطرفين، بين والد زيزو وبين النادي الأهلي، فعشان كده طلع الكام يوم اللي فاتوا إن زيزو انتقل الأهلي 4 مواسم ب30 مليون جنيه، لكن الخبر ده يعني هو مش صح 100%. زيزو بالفعل ما وقعش يعني رسميًا مع النادي الأهلي، لسه منتظر نادي الزمالك، وكان أصلًا المفروض إن يبقى في جلسة بين زيزو ونادي الزمالك، يعتبر يعني جلسة شبه نهائية كده بعد معسكر المنتخب، لكن زيزو اتفاجئ في الكام يوم اللي فاتوا دول برضه بعد ما طلع الخبر إن الأهلي خلاص جاب زيزو، اتفاجئ إن نادي الزمالك بعت له عرض يقترب يعني من 80 مليون جنيه في الموسم، ولكنه ما بيشملش عمولة لوالد زيزو، واللي كان سبب أصلًا في خلاف مفاوضات من الأول أصلًا، يعني والد زيزو في الأول كان عايز عمولة، لكن هو بعته 80 مليون وما فيهوش عمولة، فبنسبة كبيرة كده بالبلدي زيزو هيروح الأهلي بنسبة كبيرة جدًا، فلما الزمالك خلاص لقى إن الموضوع صعب فابتدى يبعت عروض لمصطفى فتحي، وطلعت تقارير قالت إن مصطفى فتحي خلاص راح الزمالك بتاع 3 مواسم ورجع تاني للزمالك، لكن نادي بيراميدز طلع ونفى إن هو يعني مش هيسيب مصطفى فتحي لأي حد، وقال نادي بيراميدز إن مش صح اللي اتقال يعني إن نادي الزمالك اتفق مع مصطفى فتحي إنه يجيبه، إن هم قالوا أصلًا إن عقد اللعيب أصلًا بيخلص في 2026 2027 وما فيش نية أصلًا إن هم يسيبوا مصطفى فتحي، لحد الموضوع بقى متأزم شوية عند نادي الزمالك، اللي هو زيزو بنسبة كبيرة جدًا هيمشي، وبالنسبة كمان يعني هيمشي بنسبة كبيرة جدًا عشان النادي الأهلي هو مش هيدفع جنيه أصلًا في الصفقة، يعني الصفقة أصلًا free، وغير كمان إن أحد رجال الأعمال هو كمان اللي هيتكفّل بصفقة زيزو كلّها اللي هي إيه، الراتب يعني، الأهلي مش هيدفع ولا جنيه من جيبه، والموضوع بالنسبة للأهلي مُغري، والأهلي كمان عنده ناقص في الأجنحة، يعني هو كان جايب بس بن شرقي، يعني عنده حاليًا بن شرقي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر فقط، فهو كان عايز يجيب بقى معاهم كمان جناح، فملخص الموضوع ملخص اللي حصل الكام يوم إن زيزو خلاص بنسبة 90 95% في النادي الأهلي، لكن مش بنسبة 100%، يا جدعان ما اتأكدش، ما اتفقش رسميًا يعني، ده كان بس جلسة مع والد زيزو مش أكتر، لكن هو ما وقعش على أي عروض، ده اللاعب مستني، فملخصًا إن إحنا لازم نتابع الأيام الجاية، فخلاص انتهت حلقتنا اليوم، نتمنى منك إن أنت تقدّرنا بلايك، سبسكرايب، ويا ريت بقى لو كومنت كده حلو منك، ولو في أي جديد هنطلع نقوله لك، وقُل لنا أفكار الحلقات الجاية في الكومنتات، وسلام.